السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ اخباركم ايه؟ شايفين البانيه وجماله تحفة ولا طعم؟ الكفر اللي عليه حكاية ومقرمش وطالع معايا جميل جدا. تعالى اقولك انا عملته ازاي. بدأت ان انا اجهز الخلطة بتاعتي. جبت بولة ونزلت باتنين بيضة لو كبيرة، لو صغيرة حطي 3 بيضات. ضفت انا 2 بيضة، عليهم علبة زبادي او معلقتين كبار من الزبادي. هتجيبي بقى البهارات: توم وبصل بودرة، ملح وفلفل اسمر وبابريكا. نزلت ببصلاية مبشورة، ممكن لو متوفر بصل مجفف تبدأي ان انت تنزلي بيه، يستحسن وهيخليه برضو البانيه طعمه في حتة تانية. ضفت بقى معلقتين من الدقيق، بس انا بدأت ان انا انزل بمعلقتين صغيرين كده، يعني بمعدل معلقتين كبار مليانين. القوام بتاع البانيه بالخلطة بتبقى تقيلة شوية، مش خفيفة عشان تلزق على الكفر بتاعي. هبدأ بقى ان انا انزل واحدة واحدة كده في التتبيلة، ان هي اشربها كويس واتأكد ان هي اتشربت كويس قوي وخدت طبقة من التتبيلة بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل دوت. وهبدأ ان انا احط في بولة تانية او حاجة تانية، والباقي الخلطة حطيتها عليها وسبتها ساعتين. وبعد الساعتين هبدأ بقى ان انا احضر الكفر. جبت بقسماط، بابريكا، وتوم بودر، بصل بودر، وملح، وبدأت ان انا اخلطهم كويس اوي مع بعضهم عشان يختلطوا مع بعض. وهبدأ بقى ان انا اجيب قطعة من البانيه بعد ما قعدت ساعتين في التلاجة. وكل ما تقعد كل ما تقعد في التلاجة اكتر كل ما يبقى احسن وتشرب من التتبيلة بتاعتها. انا هنا عشان كنت مستعجلة سبتها ساعتين بس. بعد الساعتين جبت كده قطعة البانيه ونزلت بيها في البقسماط، ويكون الطبق بتاعك واسع عشان تعرفي تنزلي بقطعة البانيه وتضغطي عليها بالشكل دوت. بدأت بقى ان انا اضغط كده على البانيه، يعني اكنك بتلعبي رياضة. انزلي كده بعزم ما فيك على قطعة البانيه عشان تاخد طبقة من البقسماط وتمسك فيها. بصوا الطبقة عاملة ازاي ماسكة في قطعة البانيه، ده لما تنزل في الزيت ما تفكش منك. بس اهم حاجة لازم في التتبيلة بتاعتك انها تكون تقيلة مش خفيفة. هبدأ بقى ان انا اجيب زيت غزير ويكون سخن، نار متوسطة، وانزل بقطعة البانيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تكون الزيت مغطي قطعة البانيه من فوق. تمام. اول بقى ما تبدا ان هي تستوي كده هبدا ان انا اقلبها على الجنب التاني، واخلص بقى الكميه بتاعتي واطلعها على مناديل واوريها لكم. وده كان شكل البانيه بعد بقى ما طلعته كده وصفيته على مناديل او على شبكه. الله اكبر، طعمه حكايه ولا قرمشته تحفه جدا. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد.